الفنان الكبير فريد شوقي، وحش الشاشة، ملك الترسو، أبو البنات. لكن كان حبه لملك الترسو أكبر وأكبر. إيه السر في كده؟ هقول لكم واحدة واحدة. أولا الفنان الكبير فريد شوقي مواليد 3 يوليو 1920، مواليد حي السيدة زينب، وهو من توفى يوم 27 يوليو 1998 عن عمر يناهز 78 سنة. ليه كان وحش الشاشة؟ وحش الشاشة عشان كان يعني بما معنى بنقول كان واكل الشاشة السينما المصرية، وكان ليه الكثير من الأعمال والأدوار، وكان ليه أكتر من 300 فيلم سينمائي، وكان ليه الأبطال والأدوار كتيرة. فعشان كده كان زي ما نقول ايه، واكل السينما، وكان طالع في كل دور، يعني عشان كده اتسمى وحش الشاشة. أبو البنات بقى علشان هو الفنان الكبير فريد شوقي المعروف ان هو تزوج 3 مرات، بس بيقال ان هو تزوج 4 مرات. المرة الأولى إن هو كان عنده 18 سنة من خارج الوسط الفني، وكان هدد بالانتحار لو هو ما تزوجهاش. ما حصلش نصيب، والزيجة إيه يعني ما طولتش. المهم بعد كده تزوج من خارج الوسط الفني من فنان لا مش من خارج الوسط الفني، هي كانت من الوسط الفني بس كانت فنانة غير معروفة اسمها زينب عبد الهادي، وأنجب منها بنته الوحيدة منى. بعد كده تزوج من الفنانة الكبيرة هدى سلطان، وخلف منها بنتين وهم مين؟ ناهد ومها. بعدين دام الزواج بينه وبين هدى سلطان حوالي 15 سنة، وبعد كده انتهى بالطلاق. وبعد كده تزوج من زوجته سهير ترك، واللي هي فضلت قاعدة معاه إلى أن توفى، وأنجب منها رانيا فريد شوقي وعبير فريد شوقي. عشان كده اتسمى باب البنات، عشان كان عنده 5 بنات. طبعا البنات ما فيش أحلى منهم. المهم ليه بقى ملك الترسو؟ تعرفوا ان السينما كانت مقسمة ل3 فئات، 3 طبقات زي كده، طبقة عليا، طبقة وسطى، والطبقة ايه الفقيرة. الطبقة العليا طبعا الناس اللي هم الهاي كلاس، اللي هم الدرجة الممتازة. اما بالنسبة للدرجة المتوسطة الناس اللي على قد حالها، اللي يدوب ايه يعني مستورين زي ما احنا بنقول عندنا في مصر. الدرجة الثالثة بقى ايه؟ الدرجة الثالثة اللي هم الناس الفقيرة واصحاب محدود الدخل، الفئة الشعبية الفقيرة، اللي هي زي الناس اللي ايه، النجار، المبيض، النقاش، يعني اصحاب المهن الحرفية، الناس اللي هي الجميلة الجدعة دي. فهو سمي ملك الترسو، كان هو الملك يعني اللقب ده كان عزيز عليه جدا وبيحبه جدا. ليه بقى كان بيحبه لان هو كان اصلا بيحب الطبقة دي وفرحان بالطبقة دي، وكانت بالعكس بيجيله اكبر ايرادات من الطبقة دي. كانت ساعتها الاجرة يعني تذكرة السينما 2.5 قرش. فالناس كان عليهم اقبال كتير قوي، اللي هم ايه، اللي هي الطبقه اللي هي بتاعت الترسو دي، اللي هي الطبقه الفقيره، كان الاقبال شديد جدا والايرادات عاليه جدا. ليه الناس كانت بتحبه؟ لان كان بيمثلهم في اكتريه افلامه، زي مثلا فيلم رود الفرج، فيلم سوق السلاح، فيلم الفتوة، فيلم رصيف نمرة 5. وكان طالع شويش بس كان وسط الناس وبيحبهم وكده. كان الشويش خميس بس كان بيحب الناس وكده. وكان بيمثلهم كمان بيحبوه كمان، خصوصا في الأسطى حسن. فالإقبال عليه زاد من الناس دي بسبب كده، فسمي ملك الترسو سبب إقبال الناس وتمثيله للناس دي. فعشان كده الناس حبوه ودخلوا كده اللي هي ايه الطبقة دي، اللي هي الطبقة دي كانت بتحب الطبقة الفقيرة والناس أصحاب المهن الحرفية. وهو كان اللقب ده رغم ان ليه الألقاب اللي هي اللي فاتت دي، وحش الشاشة وأبو البنات، لكن كان معتز جدا بملك الترسو. الفنان الكبير فريد شوقي كان بيكره دورين يتعرضوا عليه، وكانوا بيتعرضوا عليه وبيرفضهم فعلا. هم ايه؟ كان دور خاين او الراجل عديم النخوة او جاسوس. الدورين دول لا يمكن، بنته رانيا فريد شوقي قالت لا يمكن كان يقبلهم مهما اتعرض عليه، كان لا يمكن يقبلهم. كان بيحب ايه اللي هو ايه الراجل الجدع ابن الحته. كان بيحب يظهر في تمثيله القضايا اللي كانت بتمثل الناس، زي الناس الفقراء، زي الناس الموظفين. يعني كان بيمسوا. كان من اهم اشهر اعمال الفها اللي هي تمثيل مسلسل عم حمزه، ومسلسل صابر يا عم صابر، والبخيل وانا. كانوا فعلا ناجحين، وكان فعلا ليه في ادواره هدف ومعنى. حتى فيلم جعلوني مجرما او الحاجات اللي بيطلع فيها كمجرم، هو بيمثل ايه اللي بيوصل البني ادم اللي وصله يبقى مجرم. الفنان فريد شوقي
هو من اصول تركيه اصلا. جده من ابو ابوه وجده من ابو امه. جده من ابو ابوه كان شغال في القصر عابدين، في القصر الملكي في عابدين، كان موظف هناك، فكان ينتسب لاب تركي وام مصريه. نفس الوضع الجد الام وامه من اب تركي وام مصريه، بس هو اتولد في حي السيده زينب، بس هو من اصول تركيه.